أنا عايز وأنا برحب بالصديق السعيد أزود بصفته الذاتية حاجة ما قالهاش ليها علاقة برغبته في تعلم قواعد اللغة العربية تعلما صحيحا. راح ذاكر وعمل ومش بس كده، وراح اتجوز خصيصا مدرسة لغة عربية ووصل دراسة المدرسة معها. هو لا مش حاجه كده بقمة الاجتهاد، مش قاعد يفكر ازاي بقى يكون مثلا يعني انا لحد سن 22 سنه كنت بكتب شعر فصيح، لكني مش حافظ قواعد اللغه العربيه كويس، يعني برضه عندي بعض الاخطاء. الى ان عينت في المتمره بالنقد سنه 65 لقيت الطباخ بتاع المركب شاعر ذكاء، ولقيته كاتب زجل يعلم ابنه فيه قواعد اللغه العربيه، فلقيته ملحنها ومغنيها ان وانك ان لكن ليت لعل اخوات ان. كنت انا قبلها ما اعرفش الفرق بين اخوات ان واخوات كان، يعني لازم حد يقول لي دي اخوات ان او دي اخوات كان. كل المدرسين في المدرسه ما حدش فرق لي في الفصل بين اخوات ان واخوات كان. لقيت هذا الطباخ الزجر الجميل وما قالش حاجه، ده اعاد ترتيب الاخوه ترتيبا موسيقيا، ان وانك ان لكن ليت لعل، فحفظتها منه. وبدات لما انا تقابلني حاجه اقوم اغنيها في سر لكي اكشف دي اخوات ان ولا اخوات كان. طبعا عرفت بعد كده ان اخوات كان دي كلها افعال في الزمن، كان واصبح وامسى وبات، كل هذا الكلام، وفيها فعل وفيها كلمه شاذه وكان اسمها ليس. طب ليس دي اداه نفي وانت قايل لي افعال اهو من التخلف بتاعتنا. بس انا حبيت ده بمناسبه اخويا سعيد. قلبي يصفق للشباب الواعد الذي كتب القصيده، فاستملح الشعب اللحون على دق أوزان فريدة، واستطالت كل الرقاب وأعلنت مصرا جديدة.